ايه ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم على الاعلان اللي لسه نازل من كام يوم، اللي هو اعلان فيلم بريف نيو وورلد. الفيلم لسه هينزل في 2025. وقبل لما نبدا، لو جديد في القناه اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، ويلا بينا. الفيلم هيبقى من فيز 5، ولو مش عارف ايه هي الفيسز بتاعت مارفل، دوسوا على اللينك اللي هيظهر فوق على اليمين. في حاجة عايز أقولها، إن الفيلم والسيناريو والأحداث بتاعته اتغيرت بعد موضوع المقاطعة اللي حصل في العالم كله. كمان كلنا عارفين ان الممثل ويليام هيرت اتوفى، اللي كان طالع بدور ساندر بولت روس، وجابوا مكانه الممثل هنري فورد. في الاعلان روس بيعلن نيته انه يبقى رئيس امريكا، وبيطلب من سام ويلسون اللي خلاص بقى كابتن امريكا واخد اللقب بعد احداث مسلسل ذا فالكون اند ذا وينتر سولجر، انه يبقى في منصب عسكري رسمي. فسام بيساله انه ايه اللي هيحصل لو حصل ما بينهم اي خلافات تاني زي ما حصل قبل كده. بتظهر صبرا، الممثلة اللي كان عليها جدل واسع جدا لأنها كانت هتبقى المين فيلن، وبعد أحداث المقاطعة غيروا دورها وخلوها واحدة من البلاك ويدوز اللي كانوا في الريد روم، وبقت مسؤولة حكومية وليها وضعها، وروس بيثق فيها وبس كده. طبعا أهم وأحسن حاجة حصلت في التريلر هو ظهور الممثل جيان كارلو إسبوسيتو، اللي بيظهر هو المين فيلن اللي محدش لسه عارف إيه دوره في الفيلم. بيظهر كمان يواكين توريس عشان يبقى هو الفالكون الجديد بدل سام، لان مفيش كابتن امريكا من غير شخصيه فالكون، وسام كان في المسلسل بتاع ذا فالكون اند ذا وينتر سولجر كان ساب له الاجنحه بتاعت بدله فالكون. الاعلان اخيرا بيبين السيليستيال تياموت اللي كان ظهر في فيلم بتاع ايترنالز من 3 سنين، وفي الفترة دي مفيش أي فيلم اتكلم خالص عن الأحداث دي أو ظهوره، لأنه طبعا هو مش طبيعي إن محدش يعرف عنه أي حاجة، لأنه ظهر في نص المحيط، فأكيد كان في فيلم من الأفلام هيبدأ إنه يتكلم عليه. بيظهر كمان في أقل من ثواني لما سام بيطير قريب منه. آخر حاجة هو تأكيد ظهور ريد هولك اللي هو روس، لكن مفيش أي حاجة في الإعلان بتقول هو إزاي بقى كده. الفيلم سياسي حبتين وده اللي واضح من الاعلان. خلونا ما نحكمش عليه من اول اعلان، لان في حاجات كتير جدا لسه ما كملتش تصويرها، وريد هولك نفسه لسه السي جي اي بتاعه مخلص. هم قالوا ان هم ينزلوا تريلر عشان يشوفوا ايه راي الناس في الافلام اللي بعد كده. الفيلم زي ما قلنا انه هينزل في فبراير 2025. قولوا لي في الكومنتات لو انتم متحمسين للفيلم ولا لا. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.